ماتشات من عمره 20 دقيقة ما زلنا نبحث عن الأهداف. هنا أونجا كرة طويلة ضايعة. مارسيل كولر ينافس مانويل جوزيه في الألقاب القارية والدولية والألقاب مع النادي الأهلي، لكن معاه نقطة اختلاف اللي عاصر جيل جوزيه. الكرة اللي لعبها الأهلي من 20 سنة زياد في هذا الجيل أفضل، في ذاك الجيل أفضل، وهي مجرد نقاشات لأنه في الأخير ما يحسب البطولة. هذا الجيل أيضا هو جيل بطولات، حقق ثالث المونديال الأخير. أقول الأخير لأنه من النسخة القادمة لكأس العالم مونديال الأندية سيصبح مثل مونديال المنتخبات كل 4 سنين. كرة ممتازة الشحات، يمشي حسين، خلصها الشحات، يمشي الشحات، كرة فرصة أنه نرجع الفار باش ما يظلمش الأهلي. كمل الصورة، شفتوا جاء هدف، قراءة ممتازة من المساعد، بعد قال أنا متأكد أوفسايد. نشوفوا عن الفار رسميا أوفسايد، رسميا تسلل. ترجع الكرة للفريق التنزاني، آخر فرصة في الشوط الأول. النتيجة 0-0، ولكن الكرة الأخيرة لقلب المعطيات والعودة في التصفيات هي بخصوصية كرة ثابتة للفرقة التنزانية. سيمبا في الأتاك، كرة من سيمبا، يلعبوا كرة خطيرة تجب الراس من موديست. مروان شحات ياخذ كرة، حسين الشحات وضغط على سليم الذي قد يسجل هدف الفوز وهدف تثبيت العبور الى نصف النهائي. بعد ذهاب تقريبا ساعة مع ميلودي سان داونز بركلات الترجيح. سان داونز بالنسبة النهائي الثاني على التوالي والخامس في تاريخه. ميلودي اللي كان لعب أول مرة نهائي في أفريقيا 2001 المباراة الشهيرة ضد الأهلي وثلاثية خالد بيبو. يمشي كرة رضا سليم خطيرة مدياس ما يضيعش، يحط كرة وجول. الهدف الأول للنادي الأهلي، عامر السولية يسجل 1-0 في مرمى الأكرم. قلت لكم الشوط الثاني بنوع من المتغيرات ويسجل أحد روائع أهدافه في الخارطة الأفريقية والأهلي. ممتاز الضغط، استخلاص كرة من سليم، ممكن مدياس يغطي بدنه، يرجع الكرة ملعوبة والهدف سجله السولية وثبته الشحات. 1-0 وضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الأهلي والشحات يركب الفاول. ضربة جزاء حاد وضربة جزاء موجود. الراس على فكرة سجلوا في الكؤوس الأفريقية، أشهرهم شكر الواحد اللي سجل في نهائي السوبر في أبيجان ضد السيك، سجل بينالتي. ترجع الكرة الآن من ضربة جزاء كهرباء 3-0 يسر الفاتحة أبدا ودائما ننطلق. يمشي كهرباء ينهي المباراة ب2-0 هنا في استاد القاهرة. لولاني كان عامر السولية، هل يكون الثاني من كهرباء؟ كهرباء بينالتي، كهرباء يتقدم وكهرباء والجول. 2-0 للنادي الأهلي، 2-0 أهلاوية. الأهلي ثاني بطاقات المربع الذهبي بعد وصول سان داونز. يصل الآن فريق النادي الأهلي سان داونز بكل المعاناة بضربات الترجيح على اليانج أفريكانز. الأهلي يتجاوز السيمبا بثنائية الشوط الثاني.